اهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن الموديل الثالث من سلسلة سماعات فان بودز اللي بتيجي بموديل اف بي 3. زي ما انتم شايفين كده، دي اهم الخصائص بتاعتها، ان البطارية بتاعتها السماعات نفسها بتكون 7 ساعات، والبوكس بيديلك 28 ساعة اضافية. هنا المجمل بتاعها 35 ساعة، وهنا تقدر تشغلها لو شحنتها 10 دقائق تشتغل معاك ساعة كاملة. اهم ميزه عندنا هنا ان هي فيها دول اكلايزر مود، بحيث ان انت تقدر تشغلها حسب الحاجه اللي انت مشغلها. يعني عايز الاكلايزر يكون للميديا اللي هو بيز بوست، او كلاسيك مود الخاص بالبودكاست والكلام ده كله، او الميديا العاديه. لو جينا اتكلمنا هنا على اهم المحتويات، فهيظهر معانا هنا الكابل من نوع التايب سي، وهنا التيبس الخاصه بالسماعه. في هنا مقاسين، والسماعه بيجي فيها مقاس. وهنا هيظهر معانا برضو الكيس او الكفر بتاع الكيس هنا زي ما انتم شايفين، وهنا بيكون في دبل فيس بحيث ان هو يلزق في السماعه بشكل كويس ويحافظ على السماعه. لو جينا اتكلمنا على السماعه نفسها، فهو مفيش اختلاف عن تصميم اللي احنا متعودين عليه قبل كده من شركه جيروم. لكن عجبني هنا برضو ان الخامه بتاعتها مط، البصمه مش بتبان فيها زي ما انتم شايفين، بتتمسح على طول. لو جينا بصينا على البوكس نفسه، هنا هيظهر معانا اللمبة الخاصة بالبطارية، وهنا هيظهر معانا منفذ الشحن النوع التايب سي. من الخلف كده مفيش اي حاجة، هيظهر معانا كلمة جيروم. من ضمن الحاجات البسيطة اللي عجبتني جدا في تصميم البوكس بتاع السماعة ديت هو مكان الفتحتين دول، بحيث ان انت تقدر تركب اي تعليقة هنا في البوكس بتاع السماعة، وتقدر تشيلها بسهولة اثناء التنقل او السفر. لو جينا بصينا على السماعات نفسها، فالسماعات هنا زي ما انتم شايفين بتظهر بتصميم الان اير، اللي هو التصميم اللي بيدخل داخل الاذن. وده اهم الفوائد بتاعته، ان هو بيدي لك عزل قوي جدا، يعني هتسمع البيز والميديا بشكل اوضح. لكن التصميم ده بعض الناس بتشتكي منه بيكون متعب، فانت اختار الشكل والتصميم اللي يكون مناسب ليك. لو جينا اتكلمنا كده على الوزن، فعايز اقول لك وزن السماعة الواحدة من دول 4 جرام، والبوكس نفسه 30 جرام. لو جينا بصينا على السماعات ديت، فعايز اقول لكم هنا هيظهر معانا اللمبات الخاصة بالبيرنج مود، وهنا التاتش الخاص بالتحكم. التاتش هنا تقدر تتحكم في الميديا اللي انت مشغلها، بحيث ان انت تجيب التراك اللي قبله والتراك اللي بعده، تقدم تأخر، توقف، ترد على المكالمات. الكلام ده كله برضو تقدر تغير بين الدول مود اكلايزر هنا حسب الحاجة اللي انت بتسمعها. لو جينا اتكلمنا هنا على المايك بتاع السماعة ديت، فيها مايك من الاسفل هنا، وده اللي احنا هنجربه ونسمع صوت المايك دلوقتي علشان تقدر تحكم بنفسك. ودلوقتي جه الدور ان احنا نعمل تيست المايك السماعه الثالثه اف بي 3 من سلسله الفان بودز. الصوت اللي انتم سامعينه دلوقتي من السماعه على طول، واحنا رابطينها مع الموبايل. في البدايه كده زي ما احنا قلنا في كل فيديوهاتنا اللي قبل كده، ما ينفعش تحكم بين الصوت اللي انتم بتسمعوه دلوقتي وبين الصوت بتاع الحلقه كلها، لان الحلقه كانت مسجله بمايك بويا. طبعا هو مايك بروفيشنال وسعره عالي، فهو متخصص في تسجيل الصوت. لكن الصوت اللي انتم سامعينه دلوقتي وهو من السماعات بشكل مباشر، طبعا سعرها اقل بكتير من سعر المايك. ده التنبيه بحب اقوله في كل فيديوهاتي عشان ما تتصدمش بين جودة الصوت هنا وهنا. احنا دلوقتي كده شغلنا المروحة وشغلنا القرآن جنبنا بصوت عالي، وزي ما انتم شايفين الهواء في المروحة جاي علينا بشكل مباشر كأنك في المواصلات، في صوت عالي حواليك، او انت في البيت ومشغل التلفزيون. مش عارف انتوا سامعيني كويس ولا لا. هسكت كده شوية علشان تشوفوا جودة الصوت بتاع المايك. يا رب يكون صوت المايك ده عاجبكم. وكده احنا خلصنا تجربتنا للمايك ده، سواء في الجو اللي بيكون هادي او الجو اللي هو يكون فيه دوشة شوية، علشان تقدر تحكم المايك ده هيكون مناسب ليك ولا لا. زي ما احنا قلنا ان البطارية بتاعت السماعة الواحدة من دول 35 جرام، هتشتغل معاك تقريبا في الميديا 7 ساعات لو انت مستوى الصوت 70%. وهنا هتشتغل معاك مكالمات تقريبا 5 ساعات لو مستوى الصوت 70%. البوكس ده يقدر يشحن السماعات ديت 4 مرات، ويدي لك اجمالي عدد ساعات التشغيل 35 ساعة. وانا شايف ان حجم البطارية هنا ومدة التشغيل فهي ممتازة. من اكتر الحاجات اللي عجبتني بصراحة في السماعة ديت ان صوت الميديا بتاعها قوي جدا. فعلا البيز بتاعها قوي، هتستمتع بالميديا بتاعتها. الصوت واضح جدا وفي نقاء واضح جدا. لكن المايك انتوا اللي هتحكموا عليه من خلال التجربة اللي احنا عملناها في الفيديو بتاعنا النهاردة. التصميم مفيش فرق كبير عن السلسلة كلها من حيث
سماعة هنا من الخلف وزنها خفيف زي ما احنا قلنا. اكتر الحاجات اللي ما عجبتنيش في السماعة دي بصراحة، كنت اتمنى ان هم يضيفوا هنا الشحن وايرلس، ويضيفوا لنا هنا برضو السنسور الخاص بتاع التشغيل التلقائي. لو جينا اتكلمنا على السعر بتاع السماعة ديت، فعايز اقول لكم ان سعرها هنا في السعودية تقريبا 100 ريال سعودي او ما يعادل 30 دولار، لكن هي مش متوفرة حاليا في مصر. او ما تتوفر ان شاء الله هنعرفكم سعرها كام بالظبط.